دلع عيني دلع، زيزو عملها وخالع. دلع عيني دلع، فتوع عملها وخلع. لعيبة الزمالك بتخلع من الزمالك في أول لقاء في الكونفدرالية، ومحمد صبحي بيتدلع يا زملكاوية وحل أزمة الأجانب داخل نادي الزمالك. والأهلي المصري بيشرف الكرة المصرية. الأهلي المصري احتل العالمية. الأهلي المصري بقى في المركز السادس وبيتفوق على برشلونة وبايرن ميونخ وليفربول ومانشستر يونايتد ووحوش العالم كلهم بعد النادي الاهلي. وبيراميدز خد مكان الزمالك، خد مكانه في التصنيف وخد مكانه في كل شيء، وربنا يستر في اللي جاي. مش المهم في اللي جاي، المهم في اللي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وأخواتي ومتابعيني افراد اسره ملعب افندينا في كل مكان. اهلا وسهلا بكم ووحشتوني. وكالعاده لا يحلى الكلام الا بذكر خير الانام رسولنا الكريم عليه افضل الصلاه والسلام. مستني ايه يا ابو الصحابه عشان تدعم اخوك باللايك الجميل؟ فضلا منك وليس امرا ادعم اخوك باللايك. واللي لسه ما اشتركش في القناه فضلا منك وليس امرا اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد وتكون واحد من افراد اسره ملعب افندينا. نخش في موضوعنا بقى. طب يلا بينا. بص يا سيدي، كان في أزمة امبارح في نادي الزمالك، والأزمة دي بسبب اللعيبة الأجانب بعد سامسون أكينولا نجم النجوم والوحش الأفريقي المدمر لشباك الأخصام والراجل المرعب لكل المدافعين. طبعا ربنا يسامحنا على الكذب ده احنا هنخش النار كده حتف بسبب اللي بنقوله في حق سامسون ده. والله الراجل راح اشتكى نادي الزمالك عشان مستحق. لا وانا قاعد ببلاش ولا يا اخوان؟ هو في ايه؟ يعني ده انا قاعد يعني واكل شارب نايم مأنتخ ومحدش عايز يديني فلوس؟ هو في ده؟ انا حتى مش مسافر مع الفرقه عشان العب لقاء الكونفدراليه بتاعكم ده. طب راعونا شويه، ده احنا بنتعب يا اخوانا. ماشي، عشان يجي سيف الدين الجزيري وراخر هداف العرب بقى، وانتوا عارفين القناص واللعيب اللي مفيش منه، ويعني هداف الدوري المصري. ربنا يسامحنا على الكذب اللي احنا بنكذبه ده. هو الاخر قال لك هو سامسون احسن مني في ايه؟ عندكم ازمه، انا مالي؟ ايه ما اعمل لكم ازمه من غير لازمه وعايز مستحقاتي؟ عشان يطلع الاخ ابراهيم نضاي افضل جناح بقى وصنع اللعب والمهارات والحلويات والقطايف، هو الاخر يشتكي الزمالك ويقول لك فلوسي، ادوني فلوسي، انا عايز فلوسي فلوسي فلوسي، هاتولي فلوسي. وعلى كلمة واحدة فلوسي فلوسي، لحد الحمد لله ما استطاع نادي الزمالك في حل الأزمة وجاب فلوس من اتحاد الكورة ودفع للعيبة مستحقاتهم. والحمد لله الحمد لله دفعوا للمسلوسي، وكمان كنا لسه هنتكلم عنك كمسلوسي بس يلا مش مشكلة يا ابني. الحمد لله الأزمة اتحلت. طب دي كانت الأزمة اللي اتحلت. طب ايه الأزمة بقى اللي لسه ما اتحلتش؟ هروب أحمد سيد زيزو. هروب؟ زيزو هرب راح الاهلي؟ لا يا عم. مشي من لا يا سيدي، امال ايه؟ زيزو هرب وقال لك انا عندي اجهاد، اصلا انا مجهد حبتين. انا الموسم اللي فات تعبنا وعملنا اللي علينا وبذلنا مجهود جبار وانا ما لحقتش اريح. طلعت من الموسم ده يعني تعبان يا اخوان، انا تعبان يا اخوان، تعبان. سيبوني ارتاح شويه عشان زيزو يرجع من المنتخب ويبلغ نادي الزمالك انه مش هيسافر معاهم الى تنزانيا عشان يلعب اللقاء بتاع الكونفدراليه. ليه يا زيزو؟ ما انا تعبان يا اخوان مش مسافر. واحمد ابو الفتوح هو الاخر، انا مصاب يا اخوان عشان لا يبقى لا في ابو الفتوح ولا في زيزو والاتنين مش هيلعبوا اللقاء. والحمد لله كده يعني ايه بتبان لبيتها يا حلو، بانت لبيتك اول مش عارف ما بانت قشرتك. وربنا يستر في اللي جاي. ده اول لقاء رسمي هنلعبه والحمد لله الاتنين لعيبه بهيئه انتخم، وطبعا معاهم النجم سامسون اكينولا. مش مهم ريحهم، انتوا ترتاحوا. هو انتوا لو ما ارتحتوش مين اللي يتعب؟ احنا نتعب، احنا نتعب عشان هم يرتاحوا، احنا يطلع عينينا عشان ولادنا يرتاحوا. هو حد يتمنى ان يبقى في حد احسن منه غير الاب ما بيتمنى ابنه؟ ودول ولادنا ولادنا يا اخوانا. ايه المشكله ان زيزو يرتاح؟ ارتاح يا زيزو. بس انا زيزو كنت لسه شايفك امبارح زي الاكس كده في مباراه المنتخب. هو الاجهاد ظهر كده في يوم وليله؟ يعني ده حاله نفسيه بتجيلك، بتنام بالليل تصحى الصبح تقول انا مجهد؟
يا اخي يا اخي ارحمونا شويه بقى، الرحمه حلوه، الرحمه حلوه. طب انت عايز ترتاح، احنا مش هنريحك بقى يا عم افندين. ايه رايك ان بيراميدز احتل مركز نادي الزمالك وسبق نادي الزمالك في التصنيف العالمي؟ مين؟ بيراميدز. هو حقق طموح؟ هما كان طموحهم ان هم يعدوا الزمالك؟ هو ده الطموح؟ هو ده اللي انت كنت عايزه يا عم تركي الشيخ، عم سالم الشمسي؟ يعني هو انتوا الضرب في الميت حرام؟ هو ما فيش الا الزمالك؟ هو كله ضرب ضرب، ما فيش شتيمه؟ قال لك ان بيراميدز بقى في الترتيب العالمي ال 75 بينما الزمالك في ال 95، وانا شايف والله والله وكلمه حق ان ال 95 دي كتير علينا. طب تقدر تقول لي انت كمركز التاريخ والاحصاء اديت الزمالك المركز ال 95 تحت اي اساس؟ يعني احنا عملنا ايه السنه اللي فاتت عشان ناخد المركز ال 95؟ طيب يعني اتكلمت على الزمالك اهو اهو يا اخوان. بيراميدز بقى عمل ايه؟ يعني خد حاجه مثلا قاريه؟ خد بطوله؟ يعني عمل ايه؟ عمل ايه يا اخوان؟ في ايه؟ بيراميدز ال 75 والزمالك ال 95. نيجي بقى للي مشرفنا واللي مشرف مصر واللي مشرف في العرب كلهم، النادي الاهلي المصري. النادي الاهلي استطاع انه يحتل العالميه في المركز السادس. الاهلي في المركز السادس عالميا، بيتفوق على برشلونه، مانشستر يونايتد، بايرن ميونخ، ليفربول. عظماء العالم كلهم بيجوا ورا النادي الاهلي، حاجه تدعي للفخر. حتى لو الاحصائيات دي يعني في ناس هتاخد بيها وناس مش هتاخد بيها، بس الحمد لله ان هي عندنا حاجه نقدر نفتخر بيها، حاجه نقدر نقول ان عندنا حاجه في مصر نجحت في الرياضة المصرية. النادي الأهلي السادس عالميا، النادي الأهلي بيتفوق الوحوش، النادي الأهلي بيشرف مصر. حتى لو الزملكاوية واللي أنا واحد منهم أطلع أقول لك يا راجل بايرن ميونخ يعني اوحش من النادي الاهلي، ليفربول ما يستحقش، يعني ايه الكلام اللي احنا بقى بتاع الجمهور وبعضه ده؟ عادي يعني، دي مناقشات بس خلاص. الاهلي السادس عالميا، بيراميدز ال 75، الزمالك ال 95. نيجي بقى في المفاجأة الصادمة بالنسبة لي وخلتني اشعر بالفخر وبالحماسة، وصممت ان انا اصور الفيديو ده وقعدت اقول والله عملوها الرجالة ورفعوا راس مصر بلدنا. الحمد لله مصر ال 13 على العالم. في ايه؟ الدوري المصري يا اخويا، الدوري المصري هو ال 13 على العالم. انت بتتكلم بجد؟ اه والله الدوري المصري ال 13 على العالم. انت بتتكلم بجد يا ابن ما نفرح؟ الدوري المصري ال 13 على العالم. ومش عارف والله هم بتوع التاريخ والاحصاء، هي الناس دي قاعده بتشرب حاجه؟ هو انتوا هيستوا يا اخوانا؟ بقى الدوري المصري ال 13 على العالم؟ ازاي يا جدع؟ ازاي؟ قول لي. احنا ال 13 على العالم. طب ازاي جبتوها منين دي؟ يعني ازاي؟ طيب والله العظيم والله العظيم حاجه يعني. بس الحمد لله الحمد لله الحمد لله ان احنا ال 13. ما ينفعش تخلونا ال 12، اصل رقم 13 ده مش حلو. خلونا ال 14 واحنا راضيين وحاسين بالفخر والله. لو خلوتونا بس بلاش ال 13 ده، عشان يعني هي العمليه مش ناقصه نحس. لكن الحمد لله الحمد لله ربنا كلل مجهود القائمين على الإدارة الرياضية المصرية، وبقى الدوري المصري ال 13 على العالم. واللهم لك الف حمد وشكر لك يا رب، ويا رب بتوع التاريخ والاحصاء يدنهم هياسين كده. والحمد لله لحد هنا بتنتهي حلقتنا، ويا رب تكون الحلقه نالت اعجابكم، ويا رب نكون دايما عند حسن ظن سيادتكم. واللي لسه ما دعمش اخوه باللايك، يعني مصر تبقى ال 13 على العالم وانت ما تدعمش اخوك باللايك، واللي لسه ما اشتركش في القناه، يعني الزمالك يبقى ال 95 على العالم، وبيراميدز ال 75، والاهلي السادس على العالم، وما تشتركش في القناة. اشترك في القناة فضلا منك وليس امرا، وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد وتكون واحد من افراد اسرة ملعب افندين.